9 شهور في الطريق؟ 9 شهور في الطريق. ليه بقى؟ ازاي؟ ايه اللي حصل معاك؟ طلعت من مصر على امارات، وبعد كده طلعت من الامارات على تركيا، بعد كده قعدت في تركيا شهر، بعد كده طلعت الغابه، عديت الحدود بكيلو واتمسكت، رجعت بعد الحدود الحكومه رجعتنا تاني ورا الحدود، وبعد كده تنيتني نايم ورا السلك لما المغرب، وبعد المغرب عدت تاني وجبت الاشياء بتاعته كلها اللي الحكومه خدتها مني والتليفونات وكملت رحلتي. يعني هربت منهم؟ هربت من الحكومه. فجاء بعد المغرب قطعت السلك تاني وعديت، وبعد كده طلعت على صربيا، قعدت في صربيا في كامب صربيا، قعدت حوالي شهرين، وبعد كده كملت على البوسنه، قعدت في البوسنه حوالي 4 شهور. كل ما اروح لكرواتيا الحكومه الكرواتيه تمسكني ترميني في النار وتضربوا عليا نار ويسويوا عليا انكلاب. طلعت تاني دفعت تاني المهرب 3000 يورو من بوسنه لما لايطاليا وطلعني ووصلت بخير وسلام. الموضوع ده كله اتكلف معاك قد ايه اصلا من اول ما خرجت من مصر؟ كنت متفق عليها كلها بالمصري حوالي 400000. 400000 جنيه. طب انت ليه ما فكرتش تستقر في الامارات طالما رحت الامارات؟ ما الامارات هناك فيها قرش حلو برضه. انا كنت طالع على اساس ان انا هطلع على ايطاليا. كنتش حاطط هناك ولا امارات ولا تركيا لا. ولا اي دوله؟